هلو ازيكم عاملين ايه؟ ناس كتير قوي كانت محتارة ازاي تعرف القالب او الكوباية اللي هتشتغل فيها هتحتاج قد ايه شمع، بدل ما نسيح شمع كتير ويطلع زيادة قوي او نسيح شمع قليل فنضطر نسيح كذا مرة. وكمان عشان نسب الشمعة تطلع مظبوطة 100% لازم نكون عارفين احنا محتاجين شمع قد ايه للقالب او الكوباية. طب احنا نقدر نعرف ازاي؟ تعالوا بقى اوريكم هنا هنعرف ازاي. دلوقتي انا هشتغل في الكوباية دي واحنا بنشتريها بيقولوا لنا هي وزنها كام. بس احنا هنبدأ نجرب مع بعض نشوف هي هتحتاج كام جرام. تمام. اول حاجة بنشغل ميزان. انا حاولت اصور من فوق عشان تبقى اوضح. لو التصوير ده عجبكم قولولي نثبته بعد كده في الفيديوهات بتاعتنا. اول حاجة ده وزن الكوباية نفسها، فانا بدوس على الزرار اللي على اليمين خالص عشان يصفر لي. انا مش عايزه اعرف الكوباية نفسها كام، انا عايزه اعرف اللي جوه الكوباية كام. هستخدم ايه؟ هستخدم رز. هملى الكوباية لحد المكان اللي انا عايزاه رز. طب ينفع نوزن بحاجة تانية؟ ينفع نوزن بمية بس ليها حسابات تانية، فمرة تانية هعمل لكم فيديو بالمية. بس خلينا هنا بالرز عشان الرز بيكون ادق وبيكون طالع مظبوط بالظبط زي الشمع اللي احنا عايزينه. فانا محتاجة ده كده للنص طلعت 200، لا انا محتاجة اكتر من النص. طبعا لازم نسيب مكان للفتيل ومكان للغطا ان هو يقفل، فانا مش بملاها على الاخر. يعني انا لما بشتريها مكتوب عليها 380 جرام، بس دي لو ملياها على الاخر انا مش هملاها على الاخر. فانا هملى تاني، هكمل احط رز تاني لحد لما اوصل للحد اللي انا عايزاه. انتوا عايزين تحطوا نص كوبايه ربع كوبايه في الحد اللي هتقفوا عنده هيديكوا بالظبط الوزن اللي انتوا هتحتاجوه كشمع. تمام. انا هنا جبت رز تاني وهملى لغايه الحد اللي انا عايزاه. كنت بقول لكم ان احنا هنسيب مكان للفتيل وللغطا، ده اساسي عشان الشمعة ترضى تقفل. تمام، ما تنسوش الموضوع ده. فهنا هحط تقريبا 300 جرام، وال80 جرام دول اللي هم بقى مكان فاضي للفتيل وللغطا، فده مناسب قوي معايا يبقى 300 جرام. تمام، ده كده الشمع بالظبط اللي انا هحتاج 300 جرام شمع. طبعا لو الشمعة معطرة زي ما احنا متفقين بالنسب ان احنا هنحط 10%، فهنخصم من ال 300 جرام دول 10% من وزنهم، يعني 30 جرام عشان نحطهم عطر. تمام، عشان ما نتلخبطش. بس كده تمام. ده كده انا عرفت انا محتاجه قد ايه شمع للكوبايه دي. قالب سيليكون هحط القالب واصفر واملى القالب تماما. لو قالب فيه تفاصيل صغيره احاول ادخل الرز في كل التفاصيل عشان يطلع لي الوزن مظبوط. او مثلا لو القالب السيليكون طلع لي مثلا 80 جرام، انا اوزن 90 اوزن 85 جرام. يعني مش لازم بالظبط، اوزن زياده شويه عشان لو حابه تبخره حابه مش عارفه ايه ما اضطرش اصيح كذا مره. هنا انا هبدأ اوزن الشمع اللي انا محتاجاه. انا بستخدم شمع نخيل في الكوبايات دايما عشان بيكون لطيف وبيمسك وما بيعملش مشاكل خالص. فانا اطلع لي ان انا محتاجه 300 جرام، فهملى العلبه دي اللي بعاير بيها على اساس 300 جرام، واروح اسيحهم واشتغل على طول. طبعا هخصم منهم ال 30 جرام بتوع العطر عشان احنا بنحط 10% عطر من وزن الشمعة ايا يعني كان، هي في قالب او في كوباية بنحط 10%. في القوالب ممكن تخلوها 5% بس في الكوبايات 10%، فلازم تخصموها. ما ينفعش نحط العطر فوق وزن الشمعة، هو من وزن الشمعة. تمام، عشان في ناس كتير بتتلخبط برضو في الموضوع ده. كده بنصفرها تاني. لازم تكون 0 قبل ما نوزن، لازم نكون متأكدين هي مكتوب عليها 0 قبل ما نوزن. تمام، ولازم نبقى متأكدين ان الميزان مكتوب عليه جي، يعني السهم على حرف الجي اللي هو بتاع جرام. تمام. بس انا المرة الاولانية ضفت الاتنين على بعض يعني هيبقوا 300 جرام. تمام، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عايزين الطريقة اللي بالمية قولولي وانزلها لكم. باي باي.